كنت قاعد مع نفسي بفكر ليه احنا مطالبين نقرأ القرآن، نسمعه، نحفظه ونكرره بالشكل ده؟ ليه أسمعه في الصلاة الجهرية 3 مرات يوميا؟ وليه مستحب يكون ليا ورد يومي واختم المصحف كل شهر؟ فقمت على طول أبحث وأقرأ علشان أفهم الحكمة. لقيت حاجة أثرت فيا جدا. تخيل إنك بتتفرج على مسلسل معين كل يوم، الأحداث، الشخصيات وطريقة تفكيرهم هتدخل جواك. هتلاقي نفسك بتقلدهم، بتتعاطف معاهم، بتكره اللي بيكرهوه وبتحب اللي بيحبوه. نفس الفكرة بتحصل مع القرآن بس على مستوى أعمق بكتير. القرآن لما تتعرض له يوميا بيعمل إعادة ضبط لكل حاجة جواك، بيصلح طريقة تفكيرك وبينظف قلبك من المعاصي ويعيدك للفطرة السليمة اللي اتشوهت بسبب الدنيا. وقتها افتكرت الصحابة اللي حياتهم كلها اتشكلت بسبب القرآن. كانوا يوميا يسمعوا عن الجنة والنار، وعن الخير والشر، وعن الشيطان ووعد الله ووعيده. المعاني دي كانت بتثبت في قلوبهم فتغيرت حياتهم بالكامل. القرآن مش مجرد عبادة، هو اللي بيغذي الإيمان. كل مرة الدنيا تشتبك معاك، تشوه تفكيرك، ترجع للقرآن فتلاقيه بيعمل لك إعادة ضبط. ربنا نفسه قال: كذلك لنثبت به فؤادك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر قلب كان محتاج له القرآن لتثبيت قلبه. طب أنا وإنت مش محتاجين؟ ومن يومها قررت أثبت ورد يومي مهما كانت الظروف، لأن القرآن مش مجرد كتاب بنقرأه، ده حياة بنعيشها. كل آية بنسمعها أو نقرأها هي خطوة بتقربنا من ربنا وبتثبت قلوبنا وتخلينا نعيش كمسلمين حقيقيين. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به